السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مأكولات شهية. كيف ما شفتوا معنا وصفة جديدة وكذلك فيديو جديد. اليوم اللي غادي نحضروا معكم واحد سندويشات بنكهات الفيمي اللي غادي ينالوا إعجابكم. يمكن لكم توجدوهم في الكوتي أو في العشاء، علاش لا. خليكم مع المقادير والطريقة. غادي ناخدو مقلاة وغادي نديرو فيها شوية ديال الزيت المائدة، وغادي نديرو فيها هاد الفلافل اللي في الأحمر والأصفر، وكذلك غادي نديرو فيها شوية الملحة وشوية الإبزار. نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج واحد 500 غرام ديال الفرص ديال الحلوى، وكذلك واحد 15 غرام ديال العجينة الخميرة معجونة، وغادي نضيفو عليها واحد المعلقة ديال سنيدة ونديرو ليها الماء دافي حتى تفاعل لينا، وكذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الحليب بودر، وكذلك قبيصة الملحة، وغادي نديرو واحد معلقة كبيرة ديال المعجون ديال الطماطم، وكذلك واحد المعلقة كبيرة ديال التحميرة فيمي، وكذلك واحد المعلقة كبيرة ديال زيت المائدة أو زيت الطبخ. هنا بعد ما تفاعلت لينا هذيك الخميرة ديالنا غادي نضيفوها على العجين أو على الخليط. وهنايا كنبقاو نضيفو في الماء حتى تجمع لينا العجين ديالنا، نبقاو نضيفو بالتدريج. بعد ما جمعنا العجين دابا غادي نضيفو لها ما يقارب واحد 50 غرام ديال الزبدة، ونبداو ندخلو هاديك الزبدة في العجين. صافي بعد ما دخلنا هاديك الزبدة تماما، دابا غادي نغطيوها واحد البلاستيكة ونخليوها حتى ترتاح. وهنايا غادي نحتاجو واحد 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع شرائح طويلة، وكذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الإبزار، وكذلك قبيصة الملحة، واحد المعلقة كبيرة ديال الماغينات ديال الدجاج، وكذلك معلقة صغيرة ديال التحميرة فيمي، وكذلك واحد المعلقة صغيرة ديال عطرية دجاج فيمي، واحد معلقة كبيرة ديال عصيرة الحامض، وكذلك واحد 2 المعالق ديال الكريمة السائلة. لا مكانش توفرها ديرو دار المسوس، وكذلك الثومة محكوكة، واحد 2 المعالق كبار ديال صوص صوجا. ونخليو بعد ما نخليو شوية يترقد لينا على جنب. هنايا بعد ما خمرات لينا العجين غادي نديروهم كويرات صغار في الحجم متساوي. كيف ما شفتوا كنديرهم بيدينا نطلقوهم كويرات، من بعد كنرجعوهم على شكل بحال هكا، بحال هذا باريزيان صغير، كيجيو مستطيلين سندويشات كيف ما شفتوا. نستمروا بنفس الطريقة ونحطهم في اللاطة. غادي ناخذ واحد بيضة كاملة وغندير لها القليل من صوص صوجا، وغادي نخلطوها مزيان نضربوها، هي اللي غادي ندهنوا بها هذاك السندويشات من الفوق بعد ما خمروا لينا. خليناهم حتى خمروا لينا وتضاعف الحجم ديالهم، وكندهنوهم بحال هكا بالبيض وصوص الصوجا، وكنديروا لهم فوق من الفوق البافو صافي. ومن بعد كنشرطوهم بواحد السكين وندخلوهم الفرن يطيبوا لينا، نشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت. غادي ناخدو مقلاة ونديرو لها قليل من الزيت، وغادي نشحرو في هذاك الصدر. كيف ما شفتوا معنا لهنا هذيك بعد ما ولات واجده لينا داك الفلافل، وغادي نشحرو مزيان حتى يطيب لينا تماما.
غادي ندوزو لتحضير الصلصة. غادي نحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الفلفلة حمرا مشحرة، وكذلك ربع حامضة مصيرة، وكذلك واحد 4 المعالق كبار ديال المايونيز، ومعلقة صغيرة ديال الهريسة، وكذلك واحد معلقة كبيرة ديال معجون الطماطم. وغادي نطحنوه مزيان في الميكسور. هي اللي غنديرو الصوص اللي غنديرو لداخل. بعد ما طابو السندويشات وخرجناهم من الفرن، ندوزو باش نعمرو السندويشات ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنقطعوهم بالمقص من الجانب ديالهم، وكناخدو واحد المعلقة صغيرة ديال الصوص كنديروها هي الاولى، وكذلك كنديروا ربع خصة او على حساب الخصة كنقسموها على 4، كنحطوا واحد الربع ديالها، ومن بعد كنديروا دوك الشرائح ديال الفلفلة، وكذلك كنديروا هذاك الصدر ديال الدجاج، ومن بعد كنديروا الفرomاج. راه ساهلين كيوجدوا بسرعة. وهذا هو الشكل النهائي ديال السندويشات ديالنا. كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. غير زعموا عليهم وجدوهم، راه كيتحضروا بسرعة، واكيد غادي ينالوا اعجابكم وما غاديش تندموا عليهم. بالصحة والراحة في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.